انا الكو فاوندر بتاعي ما خدش الشهاده اصلا، واشتغلنا انا وهو في شركه من اكبر شركات العالم، شركه اسمها لينكد ان. ما كانش متطلب شهاده، الشهاده مش هي المتطلب الاساسي ان حد يشتغل. ربنا خالق كل انسان عنده حاجات مميزه، صح؟ زي بصمه الاصبع كده، كل واحد مختلف، يكتشف نفسه، يكتشف هو كويس في ايه الباشن ارياز بتاعته، وازاي يقدر يربطها بالشغلانه اللي هو فيها، يبقى حاسس ان هو بيعمل حاجه that fits him او her. اي حاجه بعد كده ثانويه، شهاده وغيره، دي من اهم المهارات. سواء انا هشتغل نوماتر بقى انا هشتغل فين، بروبلم سولفينج. على الكافيه، انا اسمي محمد السنباطي، فاوندر وسي او شركه اسمها educately. ببساطه احنا بنعمل ايه؟ احنا بلاتفورم بيحاول يعرف الناس ايه الباشن بتاعهم في الحياه، وازاي يقدروا يربطوه بالشغل المناسب، خصوصا بقى الطلبه، فيقدروا يستخدموا القرار ده ان هو يدرس المجال المناسب ليه. حضرتك شايف دلوقتي سوق العمل بيبص للشهاده الجامعيه ازاي؟ طبعا الوعي بدأ يختلف حاليا، ان الشهاده مش هي المتطلب الاساسي ان حد يشتغل. انا الكو فاوندر بتاعي ما خدش الشهاده اصلا، واشتغلنا انا وهو في شركه من اكبر شركات العالم، شركه اسمها لينكد ان. ما كانش متطلب شهاده. فحاليا سوق العمل في مصر لسه طبعا متطلب حاجه زي كده، او ده جزء صغير ممكن نقول ممكن يتطلب حاجه من غير شهاده. الوعي بدأ يزيد، لكن اعتقد ان لاي حد بيسمعني وهو بيدور على فرصه يشتغل او هكذا، الاساس ان هو يكتشف نفسه، يكتشف هو كويس في ايه الباشن ارياز بتاعته، وازاي يقدر يربطها بالشغلانه اللي هو فيها، يبقى حاسس ان هو بيعمل حاجه that fits him او her. اي حاجه بعد كده ثانويه، شهاده وغيره. امتى يكتشف يعني هو عايز يشتغل؟ هو بيكتشف نفسه الاول. انا عشان اكتشف انا عايز اشتغل ايه، هو الغايه مش الشغلانه، الغايه ان انا اكون بعمل شغلانه مناسبه لهدفي اصلا في الحياه. يعني انا لو مش فاهم انا ايه البيربز بتاعي في الحياه، في الدنيا انا عايز اعمل ايه في حياتي، فصعب قوي ان انا اقرر ايه الشغلانه، صح؟ انا محتاج اكتشف نفسي الاول، فده دايف ديب انترنال، وبعدين لما افهم نفسي وافهم ايه الحته اللي بتحركني، الباشن ارياز بتاعتي، لان ربنا خالق كل انسان عنده حاجات مميزه، صح؟ زي بصمه الاصبع كده، كل واحد مختلف. فانا لو اكتشفت الاختلاف ده فين، بعد كده هلاقي بقى ايه الكارير اوبشنز المناسبه، هيبقى خطوه اسهل شويه. لو انا ما اعرفش فهبقى بخبط، بروح هنا شويه، بسمع من ده شويه، ده الاي اي بيجيب فلوس فانا هشتغل بروجرامر، فلاقي نفسي ما بحبش البروجرامينج فبقضيت وقت على الفاضي، وهكذا وهكذا. طب ايه اهم المهارات الجديده دلوقتي اللي محتاجها سوق العمل غير الاساسيه، غير الانجليزي وغير السكيلز بتاعت التكنولوجيا؟ ايه اهم المهارات دلوقتي اللي المفروض الشباب يتجهوا ليها من دلوقتي؟ في مهارات ثابته وفي مهارات متغيره. طبعا دلوقتي بالعالم التطور التكنولوجي بقت في مهارات اساسيات، سواء بقى يعني ليها علاقه بالديجيتال ترانسفورميشن اللي احنا عايشين فيها او غيرها، بس في مهارات مهما عدى الوقت مش هتتغير وهستخدمها. ليه؟ لان انا النهارده لو بتعلم بروجرامينج، اللغه اللي انا بتعلمها النهارده ممكن لو انا في مدرسه عقبال ما اتخرج هتكون مش دي الطريقه اللي الناس بتكتب بيها البروجرامينج، صح؟ وبتكود بيها. لكن في مهاره زي الكريتيكال ثينكينج، في مهارات اسينشال، حاجات فاندمنتال للانسان، سواء كوجنيتيف ريليتد او سوفت سكيلز او ما شابه، كوميونيكيشن. في مهارات كرييتيف، ازاي ابقى الكرييتيف، عندي كرييتيف بروسيس واضحه ان انا اطلع افكار وابقى بانالايز الافكار دي بشكل معين، وهكذا بروبلم سولفينج وغيرهم. ففي مهارات انا بعتقد اللي هي اتس نيفر اوت ديتد، دي مهمه جدا ان اي حد يشتغل عليها. اكتر مهاره شايفها لازم تتوفر في الشباب، اكتر مهاره لازم تتوفر في الشباب، انا هحط البروبلم سولفينج كحاجه مهمه جدا. لان انا لو شخص عندي القدره ان انا افهم مشكله، استوعبها، وازاي اخد الانبوتس والداتا اللي انا تفهمني دي المشكله، وابقى عندي كريتيكال ثينكينج ان انا افكر في ازاي ايه نقط الحل بتاعتها، وبعدين افكر في حلول دي واشتغل عليها. دي من اهم المهارات. سواء انا هشتغل نوماتر بقى انا هشتغل فين، بروبلم سولفينج.